توقف دولي تاني، مش كنا خلصنا من الاولاني يا عمي؟ بالنسبه لينا كرجاله اصعب حاجه لينا هي فتره التوقف الدولي دي، بس برضو الكوره ما ثبتناش ومتعتنا كتير قبل التوقف الدولي ده. ليفربول قدر يكسب ارسنال في قمه مثيره، سيتي يقع تاني ضد برايتون يكسب تاني ماتش على التوالي، ريال مدريد يكسب برشلونه يتعرقل ويتعادل. حاجات كتير حصلت في الفتره دي قبل التوقف الدولي ده. خلينا نلخص كل الحاجات دي ونمزمز فيها براحتنا، ويلا بينا نبدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفيديو جديد من مزرعه كوره تقديم ابو زيد باذن الله يعجبكم. وخلينا بقى نتكلم دلوقتي عن ماتش ليفربول ضد ارسنال. ماتش ليفربول ضد ارسنال كان من ضمن الماتشات المنتظره، الواحد كان مستني الماتش ده، ماتش القمه ما بين اقوى فرقتين الموسم اللي فات، وكمان من اقوى الفرق في المواسم اللي فاتت، وكنا عايزين نشوف الماتش ده هيرسى على ايه. ليفربول كان داخل الماتش ده وهو كسبان نيوكاسل في ماتش فظيع 3-2، وارسنال كمان كان داخل الماتش ده بمعنويات مرتفعه بعد ما كان كسبان 5 ماتش اللي فات، وكان كمان في الجوله الاولانيه كسبان مانشستر يونايتد. قلنا هننتظر ماتش قوي، قلنا هننتظر ماتش سريع، بس للاسف الماتش كان حرفيا بينيم. اول الماتش كان تقيل قوي على قلوبنا، الماتش ما كانش منتظر، مش هي دي القمه. حاله جس النبض تولد جدا مع الفرقتين، كل فرقه خايفه انها تبادر بالهجوم، كل فرقه خايفه انها تستقبل الاهداف. اوقات كتيره كنا بنلاقي ارسنال اكتر، اوقات كتيره كنا بنلاقي ارسنال فعلا ضيع فرص كتيره. بس ليفربول عمل ايه؟ ارن سلوت عمل ايه؟ كوره فاول قاعد مع اهلي. كنا بنتكلم من الماتش ده ان ارنولد ليفربول مفتقد واحد زي ارنولد، واحد كان بيشوط فاولات، واحد كان بيرفع الكورنرات، واحد كان ليه تسديدات، واحد كان ليه كروسات بيخلص ماتشات. بس بقى سبوزلاي كان ليه راي تاني. الكوره كان واقف عليها محمد صلاح، واقف عليها تقريبا فان دايك، واقف عليها سوبوسلاي، ومش فاكر مين واقف كمان كان عليها. كل دول كانوا واقفين، وفي الاخر لقينا كله مشى وفضل سوبوسلاي من ضمن اللعيبه المعروفه ان هو بيشوط فاولات بطريقه حلوه، ومن ضمن اللعيبه اللي ليها تسديدات قويه. بس في ماتش زي ده ضد ارسنال سوبوسلاي ركنها في الزاويه اللي بيسكن فيها الشيطان، جون خرافي، جون عالمي يصنف من اقوى الجوان تاريخ دربيات ارسنال وليفربول. ليفربول برضو يقدر يخطف الماتش ده زيه زي الماتش نيوكاسل. دي شخصيه البطل انها تخش كل ماتشات الدوري كانها ماتشات كؤوس، تقدر تكسب، عجبك الاداء مش عجبك ليفربول بيكسب. ليفربول كسب ماتش نيوكاسل في اوقات كتيره نيوكاسل كانت احسن، ليفربول كسب ارسنال في اوقات كتيره ارسنال كان اقوى. ما نقدرش نقول ان ارسنال كان مقطع الدنيا، بس في اوقات كتير كان ارسنال كان اقوى والاحصائيات كمان متقاربه. بس مع كده ليفربول قدر يخلص الماتش ده، تجنب اي عرقله ممكن تحصل له في بدايه الدوري وينفرد مجردا في الصداره. السيتي في مفاجاه يخسر ضد برايتون، وميتوما كالعاده وبل التخصص يتالق ضد السيتي، والسيتي يخسر تاني ماتش على التوالي. عارف ان السيتي في ماتشات كتيره ودوريات كتيره كان بيقع في الاول وكان بيرجع في الاخر، بس مثلا الدوري اللي فات السيتي وقع وفضل واقع وكان بعيد جدا عن المتصدر او حتى المركز الثاني. هل السيتي هيكون في استفاقه السنه دي؟ هل السيتي هيقدر يرجع من تاني؟ مرموش كان من ضمن احسن لعيبه في الماتش ده، اتفاجئت جدا ان جوارديولا كان سحبه، واضح كانها تغييره محفوظه في الدقيقه 70 ان جوارديولا بيقرر يطلع مرموش. طبعا هتقول لي على الدكه في لعيبه اجمد بكتير او في لعيبه ممكن تكون فورمتها احسن، بس مرموش شايف ان هو كان في الماتش ده كان كويس، وشايف ان هو كان ممكن يقدر يكمل الماتش ده. بس بيب جوارديولا لسه في المتاهه بتاعته، بيب جوارديولا لسه تركيزه مش هو بيب جوارديولا، للاسف مش عارف هيقدر يفوق تاني امتى. ناحيه تانية برشلونه يتعادل مع رايو فايكانو. برشلونه الماتش اللي فات قدر يعمل ريمونتادا ويكسب ويعدي، بس برشلونه الماتش ده يقدر ان هو يتعادل. انما ريال مدريد قدر يكسب 2-1 وسط تألق فينيسيوس وتألق كيليان امبابي المعتاد، وكمان اتلغى له جونين اخر الماتش ده. فجأة بقى ان كيليان امبابي لو انت هتشوف اكتر اللعيبه اللي عملت فرص ليجا الموسم ده في كل 3 ماتشات، هتلاقي ان كيليان امبابي من ضمن اعلى الناس. كيليان امبابي من اكتر الناس عملت مراوغات، كيليان امبابي متشارك في صداره هدافين رغم ان اخر الماتش ده اتلغى له بتاع جونين. كمان هيحصل على شاره الكاده في فرنسا، وهنشوف هيقدم لنا ايه في التوقف الدولي. قبل التوقف الدولي برضو كان في حاجه مهمه جدا، وهي نهايه الميركاتو الصيفي. نهايه الميركاتو الصيفي انتهت بصفقه مدويه، صفقه منتظره، صفقه ايزاك لليفربول. ايزاك من ضمن اقوى المهاجمين بلا شك. ايزاك كان في عركه فظيعه في الفتره اللي فاتت بين نيوكاسل وبين ليفربول على ايزاك، ولكن ايزاك فضل الاحمر. شايف ان ليفربول لسه محتاج جناح شمال، شايف ان هو ما عوضش المركز ده، جوتا مات،
دياز مشى، نونيز كان بيلعب كمان في المركز ده. انا شايف لحد دلوقتي المركز ده مش بيلعب فيه غير جاكبو، غير ريو نجومها اللي هو لعيب الشاب، وغير طبعا كييزا اللي كان مفاجاه كبيره ان ليفربول استبعاده من قائمه دوري الابطال. طب انت جاكبو مش موجود، هتلعب بمين؟ صفقه ايزاك شايف انها فعاله، شايف ان دايما ليفربول كانت مشكلته راس حربه رقم 9. شايف ان كيتيكي لعيب مش هو الفز. كيتيكي على فكره يا جماعه كان دايما بيكون رقم 2 بعد عمر مرموش في فرانكفورت. راح مع ليفربول اتألق في اول ماتش وتاني ماتش، وكمان تالت ماتش كان قريب ان هو يسجل وجاب جون تقريبا اتلغى، كان اوفسايد. بس برضو كيتيكي وايزاك، لا ايزاك في حته ثانيه. ايزاك فعلا هو ده ليفربول هو كان محتاج ايزاك. كيتيكي تألق، بس هنشوف بقى الفتره بعد التوقف الدولي مين هيلعب اساسي ومين هيكون احتياطي. ايزاك وهو ده المتوقع، هو ده على الورق هو الاقوى، هيكون هو الاساسي. ولا كيتيكي الفورمه بتاعته هتحرج ارني سلوت ان هو يقعده. بس برضو لسه احنا مستغربين ليه اداره ليفربول برضو صرفت بالطريقه دي. يعني ايه حصل؟ ايه يعني ايام يورجن كلوب كان اخرهم صفقتين مع شويه شباب والدنيا تخلص على كده. بس هقدر اقول لك برضو ان ليفربول في المواسم اللي فاتت ما كانش تقريبا بيصرف غير مثلا كل ميركاتو، كل 3 ميركاتو صفقه كبيره ويطلع لعيبه من الشباب وخلاص. بس ليفربول في الفتره اللي فاتت عمل مكاسب تلفزيونيه رهيبه. ليفربول الفتره اللي فاتت كل السنين اللي فاتت اللي حوش فيها الفلوس دي قدر يكون عنده صافي ارباح عالي. قوانين ملعب المالي النظيف معناها ايه؟ ان ليفربول يكون فيه صافي خساره كبيره. هل ليفربول فيه صافي خساره؟ صحيح هو فيه 500 دفعها وفيه 200 بس كسبهم. بس لو انتوا بصوا على مكاسب ليفربول في المواسم اللي فاتت من البث التلفزيوني، من التذاكر، من ضمن كل الحاجات دي، من المشاركات في الشامبيونز ليج، من ضمن الفوز بالشامبيونز ليج، الفوز بالدوري، كل الحاجات دي هتلاقي ان ليفربول ادارته صحيح كانت بخيله قبل كده، بس دلوقتي عوضت كل ده بصفقات عاليه جدا. والسؤال الاهم، فرق كتيره بتصرف ملايين، بس هل ليفربول هيستثمر ده وهيقدر يترجم ده ببطولات وارن سلوت يقدر يهيمن على الدوري لسنه تانية على التوالي؟ هو ده سؤالنا. مستني رايكم تحت في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. تتوقعوا ليفربول هيكسب الدوري السنه الثانيه على التوالي؟ تتوقع نجاح صفقه ايزاك ولا لا؟ ليفربول دلوقتي معاه صلاح ومعاه ايزاك. صلاح كان جايب 29 جون وايزاك كان جايب 23 جون، اقوى 2 هدافين للموسم اللي فات. هيعملوا ايه لما يكونوا مع بعض؟ انتظروا رايكم تحت في الكومنتات. استنوني في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.